السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني انا ايه فودة من قناة كل يوم وصفة، ان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. وان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الشاورما السوري بكل تفاصيلها، وهنعمل مع بعض تتبيلة الشاورما، وهنعمل مع بعض التومية السوري، وهنعمل مع بعض سلطة الطحينة، وهنعرف كل التفاصيل اللي تطلع معاكي الشاورما بالشكل ده. شايفين ما شاء الله. وان شاء الله في فيديو تاني هنعمل مع بعض العيش السوري، انما احنا النهارده جايبينه جاهز. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا نشوف عملنا ازاي. هنا معانا كيلو من صدور الدجاج، كنا جايبينه عشان نعمله بانيه، فهم طلبوا شاورما فهنطلعه ونعمله شاورما عادي زي ما احنا شايفين كده. وانت لو عندك الصدر كامل على بعضه هتقطعيه ل4 اجزاء عشان برضو ما يبقاش معاكي سميك قوي زي ما احنا شايفين، وهنقطعه شرايح طوليه بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين كده، برضو ما تبقاش سميكه قوي زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين ده السمك كده المظبوط للشاورما. وهنقطع كل الكميه بنفس الشكل ونرجع مع بعض ان شاء الله كده. زي ما احنا شايفين بعد ما قطعناها كلها بنفس الشكل ده كده زي ما احنا شايفين مع بعض، هنركنها لحد ما نجهز التتبيله. معانا مكونات تتبيله الشاورما: كوبايه من الزبادي، معلقه من الثوم المهروس، معلقه من دبس الرمان، معلقتين من صويا صوص، ربع كوبايه من زيت الزيتون او الزيت العادي، لو مش موجود زيت الزيتون استبدليه بالزيت العادي، ومعلقتين من الخل الابيض، ومعلقتين من الكاتشب، لو مش موجود الكاتشب استبدلوهم بالصلصه، بس لو موجود الكاتشب افضل. ومعانا البهارات اللي هنقول عليها كل حاجه معلقه صغيره: فلفل اسمر، زعتر، بابريكا، بصل بودره، كاري، جنزبيل، حبهان بودر. ومعانا نص معلقه صغيره من القرفه، ورشه من جوز الطيب، والملح، ومعلقه من بهارات الشاورما الجاهز. وهننزل اول حاجه بالزبادي بسم الله، والكاتشب، والثوم، والزيت، ومعلقتين الخل الابيض، ومعلقه من دبس الرمان. وهنضيف البهارات، والبهارات حطينا معاها الملح. اعملي حسابك ان بهارات الشاورما فيها ملح. عصير ليمونتين نسينا نقول عليهم في الاول. قلب كل الخليط التتبيله كده مع بعضه، وكده التتبيله بقت جاهزه معانا. ننزل بقطع الفراخ بسم الله، نقلبها كويس في التتبيله. تتبيله الشاورما بقت جاهزه معانا. احنا كده هنسيبها ليله كامله، لان الافضل ان انت التتبيلات تسيبها ليله كامله، انما انت لو عاوزه تعمليها ومستعجله تسيبها ساعتين بس، اقل حاجه ساعتين، ما يبقاش اقل من كده عشان تشرب من التتبيله. مع بعض نعملها تاني يوم ان شاء الله. واول حاجه هنعملها مع بعض التوميه. معانا كوبايه من الميه، ومعانا نص كوبايه من النشا، يعني حوالي 4 معالق كبار من النشا. هنقلب النشا مع الميه كده الاول على البارد. لما النشا دابت معانا هنرفعهم على النار، وكده رفعنا الخليط على النار، وهنفضل نقلب لحد ما القوام يتقل معانا يبقى زي المهلبيه كده. كده زي ما احنا شايفين القوام بدا يتقل معانا، القوام تقل معانا، هنرفعهم على النار وهنسيبهم يبردوا خالص، ما ينفعش نشتغل فيها وهي سخنه. نرجع ان شاء الله مع بعض بعد ما الخليط يبرد خالص. بقيه التوميه: معانا نص كوبايه من الحليب، نص كوبايه من الزيت، معلقه كبيره من الثوم المهروس، معانا معلقتين من الخل، وممكن تقللي الخل لمعلقه او تزوديه ل3 معالق، ده على حسب انت بتحبي طعم الخل قد ايه. وهنا معانا مكون بيفرق في طعم التوميه: 3 معالق من المايونيز، ولو مش موجود المايونيز استبدليهم بالزبادي، او ممكن لو عندك مايونيز تحطي معلقه ونص مايونيز ومعلقه ونص زبادي، رشه من الملح. هنفضي كل الخليط في الكبه او في الخلاط، لو مش موجود كبه تستعملي الخلاط. وهنخلط كل المكونات الاول مع بعضها كده. بعد ما كل المكونات اتخلطت ننزل بخليط الميه بالنشا، بس هننزل بنص المقدار الاول، مش هننزل بيه كله مره واحده. وكده بعد ما اتخلط معانا هنرجع نحط بقيه المقدار، نخلطهم كلهم تاني مع بعض. وده بقى معانا شكل التوميه. بعد برضو لو انت عاوزه تشكليها زي ما بتشوفوها في المطاعم هنشكلها مع بعض ونعرف ايه اللي بيديها الالوان اللي احنا بنشوفها في الاصفر. بيجي معانا من المستردة، هنضيف معلقتين من المستردة، 3 معالق من الكاتشب. احنا شايفين بقى معانا التوميه ب3 اشكال. معانا نص كوبايه من الطحينه، عصير ليمونه كبيره، ومعلقتين من الزيت، معلقه من الخل، نص معلقه صغيره من الملح، وهنضيف رشه من الكمون. في مكون انا بحب اضيفه من على الطحينه اللي هي المايونيز، لو موجود هتضيفي معلقه من المايونيز، لو مش موجود استغني عنه، بس لو موجود جربي تضيفي معلقه او معلقتين من المايونيز على الطحينه كلهم الاول كده مع بعض. وهنحلهم بالميه، هي الميه ملهاش مقدار، انت بتضيفي الميه وتقلبي لحد ما توصلي للقوام اللي انت عاوزاه. كده خلاص ده قوام الطحينه اللي عاوزينه. دلوقتي معانا الشاورما اللي احنا متبلينها قبلها بليله، وزي ما قلنا
كل ما تسيبها في التتبيله وقت اطول تبقى افضل معاكي، بس انت لو جايه مستعجله اقل حاجه تسيبها في التتبيله ساعتين. ودلوقتي حطينا جريل على النار او طاسه او اي حاجه انت حابه تشتغلي فيها، وحطينا فيها معلقه من الزيت. بسم الله. وهننزل كده بقطع الشاورما بس نفردهم عن بعض كده. اهم حاجه ما تبقاش مستومه على بعضها وتبقى النار عاليه، وبرده انت بتنزلي بالشاورما تبقى الجريل سخن. زي ما احنا شايفين كده، ومش هنقلبها ولا نيجي يمها خالص دلوقتي، عشان لو قلبناها تنزل ميتها، انا مش عاوزينها تنزل ميتها كده. زي ما احنا شايفين بعد ما نزلنا الشاورما وما قلبناهاش واخدت لون من على الجهه الاولانيه كده، هنقلبها تاني. واهم حاجه ان انت ما تقلبهاش عشان ما تنزلش ميتها، اهم حاجه الصدمه اللي في الاول، وان انت تنزليها على جريل سخن. الشاورما ما بتاخدش معاكي على الجهتين 5 دقايق، وهنسيبها تاخد، وهنسيبها على الجهه الثانيه كده لحد ما تاخد معانا لون كده. زي ما احنا شايفين بعد ما شوحنا الشاورما على الجهتين كده خدت معانا اللون الذهبي الجميل دي كده، وبقت خلاص مستويه. هنطلعها وكده. بعد ما طلعنا الشاورما حطينا معلقه ثانيه من الزيت وسبناها تسخن، وهنضيف شاورما ونخليها متوزعه خالص بعيد عن بعضها عشان ما تنزلش ميه. ده كده تاني مقدار من الشاورما. احنا كده كيلو الشاورما هنعمله على 3 مرات، ما تستعجليش وتعمليها على مره واحده وينزل ميتها وما تبقاش معاكي شاورما، تبقى معاكي كده فراخ مسلوقه. تاخد الصدمه على اول جهه، هنرجع نقلبها على الجهه الثانيه ان شاء الله، وهنخلص بقيه الكميه بنفس الشكل ونرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله. وكده زي ما احنا شايفين الشاورما بقت جاهزه معانا، وحمرنا بطاطس وعملنا الطحينه مع بعض، وهنا التوميه، وهنا قطعنا بصل كده بالشكل ده، وهنا معانا خيار مخلل. فاحنا عندنا خيار مخلل فعشان كده ما عملناش مع بعض، وان شاء الله نعمل مره ثانيه مع بعض باذن الله. ومعانا هنا العيش السوري جايبينه النهارده جاهز، او ممكن لو عيش تورتيلا اي نوع عيش انت حابه تستعمليه. وهننزل بمسحه من التوميه كده زي ما احنا شايفين. نحط شاورما، وهنحط بطاطس، وهنحط بصل، لو مش حابه البصل استغني عنه، وهنحط خيار، وهنحط على وشها كده طحينه. نقفل كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، وهنلفه كده زي ما احنا شايفين، قفلناه بالشكل ده. نعمل كمان واحد مع بعض. نحط الاول توميه، هنحط الشاورما، هنحط بطاطس، هنحط بصل، هنحط الخيار المخلل، هنحط طحينه، وهنقفل على العيش بالشكل ده كده. زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. احنا الجريل مسحناه مسحه من الزيت زي ما احنا شايفين كده، مسحه على خفيف، وسيبناها تسخن. وهننزل كده بسم الله بالسندوتشات الشاورما عليها بغطا كده، طبعا لان احنا ما عندناش الجهاز اللي بيضغطوا بيه، فاحنا هنضغط بغطا كده عشان تاخد معانا الشكل. تفضلي ضغطه كده، تفضلي ضغطه حوالي دقيقتين، تيجي هنا تقلبيها تاخد معاكي اللون الجميل ده زي ما احنا شايفين كده. هنضغط تاني عليها برضو دقيقتين زي ما احنا شايفين كده. هنطلعه. مسحنا الجريل مسحه تانية من الزيت بقيه السندوتشات بسم الله، وهنضغط برضو عليهم حوالي دقيقتين كده لحد ما ياخدوا معانا اللون. وهنكرر نفس الخطوات اللي عملناها في اول مره، تاخد معانا اللون نقلبها عن الجهه الثانيه، نضغط برضو لحد ما تاخد معانا اللون ونطلعها ونرجع نقدمها مع بعض ان شاء الله. وكده زي ما احنا شايفين بعد ما خلصنا الشاورما وقدمنا معاها بطاطس، التوميه اللي احنا عاملينها في الاول وحطينا عليها معلقتين من المستردة، والتوميه اللي احنا حطينا عليها معلقتين من الكاتشب، وممكن برضو الطحينه اللي احنا عاملينها تقدميها معاها. شايفين ما شاء الله واخد اللون الذهبي الجميل. نقطعه مع بعض كده عشان نشوفه، وشايفين ما شاء الله. وممكن برضو لو انت حابه تضيفي اضافه من عندك تحطي عليها جبنه موتزاريلا زي ما احنا شايفين كده. وممكن تعملي كل الخطوات ما عدا الشاورما، ان انت تستغني عن الشاورما وتحطي مكانها جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، وتعملي نفس الخطوات وتقدميها مع صوص التوميه. سندوتشات البطاطس بالجبن مع صوص التوميه مع البطاطس برضو المحمره تقدم جنبها. ولو عجبتكم وصفتنا النهارده اعملوا لنا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.